كيكة الجبنة بجوز الهند. نستخدم الخلاط ونضيف 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوب حليب وكوب زيت، وأيضا كوب سكر وملعقة كبيرة فانيلا، 3 ملعقة كبيرة جبنة سائلة، وإذا مو متوفر بإمكانكم استخدام جبنة الكيري أو المثلثات. بنخلطهم 5 دقائق حتى ينخلط جميع المكونات مع بعضها. نضع الخليط في الوعاء ونضيف كوب ونصف طحين أو دقيق وملعقة كبيرة باكنج باودر، وبننخلهم وبنضيفهم بالتدريج فوق الخليط. بنخفق حتى يختفي الطحين أو الدقيق تماماً. ننخل الكمية المتبقية من الدقيق أو الطحين وبنخفقهم كتير منيح حتى لا نحصل على تكتلات في الخليط. قوام الخليط ناعم تماماً وجاهز للخبز. صينية مقاس 28 ندهنها ملعقة زيت حتى لا يلصق الكيك في الصينية. نوزع كمية الخليط بالكامل في الصينية وندخلها على فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180. بعد الاستواء نترك الكيك يبرد تماماً. لتحضير طبقة المهلبية الكريمية نحتاج 2.5 كوب حليب، وأيضا ملعقتين كبيرتين نشا، وملعقة كبيرة طحين أو دقيق، وملعقة كبيرة سكر، ونصف ملعقة فانيلا. بنخفقن على البارد ثم نرفعن على الغاز مع الاستمرار في التحريك حتى يبدأ القوام يثقل. بدأ القوام يثقل، نطفئ الغاز ونضيف ظرف كريمة. نخفق حتى تختفي الكريمة. نضع خليط المهلبية الكريمية في وعاء جانباً. نقوم بتغطية وجه الخليط بالنايلون حتى لا نحصل على طبقة ناشفة لوجه الخليط، ونتركها تبرد بدرجة حرارة المطبخ. كوب حليب بارد نسقي فيه الكيكة. ضروري جدا تكون الكيكة باردة، إذا كانت الكيكة ساخنة وسقيناها بالحليب بتعجن معكم. ضروري جدا تنتبهوا للخطوة هاي. خليط المهلبية الكريمية بعد أن تركناها تبرد بدرجة حرارة المطبخ
بنخفقن بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام كريمي. نضع الكريمة فوق الكيك. نساوي الكريمة حتى نحصل على سطح كريمة متساوي. نقوم بهز القالب لنتأكد من تساوي الكريمة. كوب جوز الهند بنحمصه على الغاز حتى يصبح لونه ذهبي. بنوزع كل كمية جوز الهند فوق المهلبية الكريمية بالتساوي. بنزينها بالفستق وبنتركها تبرد ساعتين. للتقديم صوص الشوكولا. بتمنى بتجربوها وتعطوني رأيكم. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد.